الوطن. وتنقولوا مرحبا بالسيد القنصل الجديد السيد الشرقاوي شافي. بغيت بهذه المناسبة أنني نتكلم عن الشباب المغربي اللي صراحة هذا الموضوع ديال الشباب هو عزيز على قلبي، لأنه أول موضوع اللي جيت وشفت مع الناس القنصلية هو الاهتمام بالشباب، لأن بالنسبة لي أنايا الشباب هو المستقبل وهو اللي يمكننا نعتمدوا عليه باش أنه يبقى الأمور مستمرة، بمعنى أن خصنا هاد الشباب نوعيوه ونعلموه حب الوطن. هناك مجموعة الوسائل باش يمكن لنا يبقى الشباب مرتبط بالبلاد ديالو، لأنه خصو يفهموا هذا الشباب بأنه البلاد ديالهم راها محتاجة لهم، وبالتالي خصنا نعلموهم حب الوطن، بأن راه خصهم يفهموا بأن راهم عندهم حظ كبير أنهم إذا كانوا عندهم جوج ديال الجنسيات، وبأن بلادهم حتى هي يعني يمكن يعتمدوا عليها. مثلا حتى في العمل مثلا سوق العمل، إذا مثلا الأمور ديالهم في الخارج ولا في إيطاليا كانت عندهم جوج جنسيات، يعني عندهم حظوظ كبيرة أنه يخدم سواء هنا أو في المغرب، لأنه كما قلت لكم في الأول بأن المغرب محتاج لهم بزاف. هذه والدور ديال الجمعيات وديال الآباء أنهم يعلموا ولادهم. كاين وسائل كثيرة باش يمكن يعلموهم هذه المسائل اللي هي مثلا الدراسة، مثلا اللغة العربية الفصحى. هناك مجموعة الوسائل اللي يمكن يعتمدوا عليها باش أن يجعلوا هاد الناس أو هاد الشباب متعلق بالبلاد ديالو، وخصهم يعرفوا بأن هذاك هو الأصل ديالهم، هو الجذور. راه بحال الشجرة، إذا كانت الجذور ديالها قارطة ملي ما خديتها شي ريح ما غاديش يمكن لها تهزها. أما إذا كانت الجذور ديالها ضعيفة فأي ريح أي عاصف أي حاجة يمكن يسكت. ولهذا خصهم يفهموا بأن راه الجذور ديالهم يعرفوا منين جاو، كيفاش والديهم جاو، الثقافة ديال بلادهم عن طريق تعليم اللغة العربية، عن طريق الدراسة ديال القرآن. هناك مجموعة ديال الوسائل ديال التعلم. حنا بالنسبة لي أنايا كقنصلية راه بغيت ندير واحد يوم وطني أو يوم باش يمكن ديال يوم تنسميوه القنصلية مفتوحة بالنسبة للشباب، باش يجيو يشوفوا القنصلية ماشي في إطار ديال أنه جاي يصوب مع والديه شي ورقة ولا لا، يجي يشوف بأن راه الدولة ديالو راه مهتمة به وعاطيها قيمة، وبالتالي يمكن يجي في واحد الإطار مختلف على الإطار الإداري. شحال من شباب أو ديال الأطفال ولا تيجي مع باباه
في النهار كاين الزحام. دونك راك عارف ملي تيجي مع 6 الصباح ولا هكذاك تيبقى حتى ل 6 العشيه ولا 5 العشيه تتبقى عنده واحد الفكره خايبه على القنصليه، تيشوف فيها غير تمارين هذا. دونك انا بغيت ندير واحد الفكره الى ممكن غادي نطبقوها في قريب ان شاء الله، انه نعرض على هذا الشباب، ومعايا السي وعيد راه غادي يشوف لي العدد ديال هاد الجاليه هذا ديال هاد الشباب، باش اننا نحاولوا نجيبوهم ونحاولوا نستوعبوهم ونحاولوا نجروهم عندنا باش يشوفوا بان راه بلادهم راها مهتمه بهم، ماشي غير وهما تو يحسوا بان راه عندهم اذا كانت عنده الجنسيه الايطاليه بان راه عنده جوج ديال الحظوظ مع ايطاليا اذا ممكن، وبالنسبه للبلد ديالهم اللي عاطيهم قيمه. من بين الامور ثاني اللي تنختار اللي واحد الفكره اللي جاتنا غير قريب، ان ممكن لان تيشوفوا بان القنصليه فيها بزاف ديال الزحام وديال هذا، خصنا حتى هما نجيبوا نقربوا وندخلوا من القنصليه باش يشوفوا كيفاش تنخدموا، باش يمكن هما يفهموا الاسباب علاش تيكون هذا التعطال بعض المرات في الاوراق ولا تيوقع شي مشاكل وهذا. الا شافونا كيفاش نخدموا غادي تبقى عندهم فكره مزيانه على المغرب وعلى القنصليه. دونك هادو هما مجموعه ديال الافكار اللي جاتنا بالنسبه للشباب. اما بالنسبه للجمعيه كجمعيات تنقول لكم بانه القنصليه راه مفتوحه امام الجميع، راه ما كاين حتى شي مشكل، اي واحد عنده شي اشكاليه ولا هذا حنا مستعدين اننا نفضيوها. بالنسبه خصكم تفهموا بانه العمل ديال الجمعيات راه متكامل مع العمل ديال القنصليه، لانه القنصليه تخدم مسائل اداريه وراكم نتوما محتاجين لينا كاداره وحنا محتاجين لكم كجمعيات. وبالتالي القنصليه لمدينه فيرونا، الساده اعضاء جمعيه المجتمع المدني، الساده الاساتذه الافاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوكم حميد بلقيس، كاتب العام لاتحاد المغاربه الخارج بايطاليا، اصاله عن نفسي ونيابه عن اعضاء اتحاد المغاربه الخارج بايطاليا بطبيعه الحال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نخلد هذا اليوم العيد الوطني جميعا بكل فخر واعتزاز. انها ذكرى عيد المسيره الخضراء التي تصادف هذا اليوم الذكرى 46 التي يحتفل بها الشعب المغربي قاطبه كل 6 نوفمبر من كل عام. ونذكر هنا بعض التواريخ المهمه في مسار هذا الحدث. فمن اجل استرجاع المغرب لاقاليمه الجنوبيه التي كانت تخضع للاستعمار الاسباني، ضغط المغرب في كل المحافل الدوليه وفي الامم المتحده، حيث قررت الحكومه المغربيه اثبات احقيتها بالصحراء باحاله قضيه يوم 24 شتنبر 1974 الى محكمه العدل الدوليه بلاهاي للبت فيها. وقد اقرت ذات المحكمه يوم 16 اكتوبر 1975 بوجود روابط تاريخيه وقانونيه تشهد بولاء القبائل الصحراويه لسلاطين المغرب. ونشير هنا الى زياره الملك محمد الخامس طيب الله ثراه عام 1958. وفي مساء نفس اليوم الذي خرج فيه الحكم من المحكمه، خاطب المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه السيده الشعبيه اللي دائما كنلقاوها بجنبنا كجمعيات، وكنلقاوها دائما في خدمه الصالح العام، في خدمه الجميع. وكنشكركم كاملين يعني الحضور الكريم، وبغينا نديروا واحد استقبال على شرف السيد القنصل وعلى شرفكم كاملين بفرقه احوش يوجد اللي تابعه الجمعيه ديالنا، جمعيه المجتمع الايطالي للثقافه والتجاره. شكرا لكم.